الدنيا الحقيقي. ومن قبل قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنس بن النضر كان نفسه يخش في غزوة بدر، لكن كان مرض شديد، وإذا به يعطي وعدا منه لله جل وعلا. على طول بيوعد ربنا، بيقول له: يا رب والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر، يعني غزوة أخرى، لا يرين الله مني ما أصنع. والله يا رب بس خليني أحضر غزوة تانية، وهتشوف أنا هعمل إيه، هقدم نفسي إزاي، يعني طاعة لله سبحانه وتعالى وحزبة لله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام يا حبايبي، وبعد سنة بالظبط من انتصار المسلمين في يوم بدر تيجي غزوة أحد، ويخش أنس بن النضر، والحديث في البخاري ومسلم. فدخل أنس بن النضر، فلما طبعا عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 50 رامي فوق جبل الرماة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم: اوعوا تبرحوا الجبل، حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير اوعوا تتحركوا، ولو رأيتمونا برضو بنجمع الغنائم وانتصرنا برضو ما حدش يتحرك. وكان على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فعلا كانت النصرة في بداية الأمر للنبي وللصحابة، وإذا بهم ينشغلوا في جمع الغنائم، وينزل 40 واحد من ال50 اللي كانوا فوق الجبل، وهم دول اللي كانوا بيحموا بقى النبي والصحابة من فوق بالنبال، عمالين بيضربوا المشركين. وإذا بهم يعني يتأول الأمر، خلاص الغزوة انتهت، ننزل. عبد الله بن جبير يقول لهم: الرسول عليه الصلاة والسلام أمركم ألا تبرحوا الجبل. قالوا: انتهى القتال خلاص. نزل 40 واحد يا جماعة. خالد بن الوليد كان لسه ساعتها مشرك، لكنه كان يعني مقاتل عظيم. أول ما لمح نزول ال40 من فوق الجبل، راح مشاور لأبو سفيان وللجيش اللي معه، وراحوا متدورين من ورا الجبل وانقضوا على الصحابة. قتلوا 70 من خيرة الصحابة، وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة ديت الناس بتجري، وحصلت فوضى عظيمة بين صفوف المجاهدين، كتير منهم خارج من أرض الجهاد، خارج بيفر، لأن جاءت الضربات من كل مكان. وإذا بالناس يخرجون من أرض الجهاد، وفي واحد داخل على أرض الجهاد بيجري ورا حاجة معينة. مين هو؟ بطلنا الليلة أنس بن النضر. يدخل ليقاتل. ليه؟ أصله شامم ريحة عجيبة جدا. الريحة دي جاية منين؟ جاية من جنة الرحمن سبحانه وتعالى. إيه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم. أنس بن النضر لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قالوا إن النبي اتقتل، فأما شاع خبر مقتل النبي عليه السلام، لقى الصحابة جالسين وكل واحد رمى السلاح بتاعه. قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ لو كنتوا فعلا زعلانين أنه مات، أمال عايزين تعيشوا ليه من بعده؟ ثم أخذ السيف وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل. فبحثوا عنه بعد الغزوة فما عرفوه، ما عرفته إلا أخته، ببعض بنانه، بعلامات كانت في صابعه. ليه؟ وجدوه وبه 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف، وما بين طعنة برمح، وما بين رمية بسهم. وإذا بجبريل عليه السلام أمين الوحي وأمير الملائكة يشق 7 الطباق، وينزل ليتلو على أسماع النبي تلك الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الرواية الثانية إن أنس بن النضر وهو داخل يقاتل ويبحث عن الشهادة، قبله مين؟ سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن بعد ذلك لموته. فقال أنس بن النضر: يا سعد، واها لريح الجنة، واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أنا شامم ريحة الجنة عند جبل أحد. فدخل أنس بن النضر يجري وراء رائحة الجنة، فقاتل فقتل. فنزل قول الله عز وجل: